اخر قطعه، الحق العرض هينتهي بعد ساعتين، الكميه محدوده جدا. سمعت الكلام ده قبل كده؟ اكيد طبعا سمعته، واكيد اشتريت حاجه بسببه، وممكن تكون مش محتاجها اصلا. وانا في محلي شايف الحكايه دي يوميا بشكل تاني خالص. زبون بيجي يسال عن موبايل عادي جدا، وانا بقول له للاسف ما بقاش موجود منه غير حته واحده بس. تلاقي عينه بتلمع فجاه، نفس الموبايل ده من نفس الماركه بنفس السعر، بس دلوقتي هو بقى كنز نادر لازم يتخطف قبل ما يروح منه وحد تاني ياخده. ده مش سحر ولا حظ، ده بيتسمى تحيز الندره. ان دماغنا اتبرمج من الاف السنين ان اي حاجه نادره يبقى لازم تتاخد وبسرعه قبل ما تضيع، حتى لو الحاجه دي كوبايه بلاستيك. المشكله ان التجار عارفين الحته دي كويس قوي، وبيستخدموها عشان يشلوا عقلك من التفكير المنطقي ويخلوك تاخد قرار باللمعه اللي في عينك مش بالعقل اللي في دماغك. المره الجايه لما تسمع اخر قطعه خد نفس عميق واسال نفسك سؤال واحد بس: لو الكلام ده ما قالوش البياع يا ترى انا كنت هشتري برضه؟ لو الاجابه لا فبلاش تتخطف يا صاحبي.